يا صباح الورد والفل والياسمين على أحلى اخوات وعلى أحلى متابعين في الدنيا كلها. حبيت النهاردة أشارككم معايا وصفة كده بسيطة. عملنا الفاصوليا البيضاء أو الفاصوليا اليابسة. هي ما اختلفتش كتير عن الفاصوليا التركية. هي بنفس المكونات. بس سبحان الله احنا في بينا وبين بعض أكلات مشتركة بينا وبين كل الدول العربية. بتبقى اختلافات بس بسيطة في نوع التوابل اللي على حسب كل أرض يعني متعودين عليها. تمام. وبيبقى مثلا ايه تكنيك بسيط يعني. فيلا بينا نسمي الله كده وندخل على الفيديو. معانا حلة سخنة علشان نسمي الله كده ومعانا نص كيلو لحمة هنعملها. عايزة تعمليها من غير لحمة مفيش مشكلة خالص. الغي الطريقة دي خالص وادخلي على الفاصوليا بس. تمام. هنا نزلت بالمادة الدهنية بتاعتي، نزلت اللحمة. اديت لها كده ايه صدمة من كل الجوانب. انا حبيت ان انا اديها لون خفيف كده عشان هي هتبقى في الصلصة. يعني مش هتفرق يعني قوي بس بتبقى يعني حلوة. تمام. ونزلت بقى بالملح بتاعي. في ناس بتقولك لا الملح بيوقف التسوية، فانا ما فيش مشكلة عندي. ونزلت في فص توم كده كبير، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. بيدي ريحة حلوة. قسمته كده على 3 عشان يطلع كده العصارة اللي فيه. وبعد كده نزلت بالمية المغلية. تمام. التوابل اللي انا حطيتها، حطيت معلقة شاي او نص معلقة شاي فلفل اسمر، نص معلقة شاي ورق لوري مطحون، لان ما كانش عندي ورق اللي هو الورق يعني نفسه. واللهم صل على النبي. وحطيت الملح وطماطمية وبصلاية. تعالي هنا بقى للفاصوليا. الفاصوليا بتاعتنا المفروض ان هي تبقى منقوعة بصراحة قبلها مثلا بساعتين عشان تطلع الغازات اللي فيها. تطلع المادة اللي فيها عشان ما تعملناش غازات. بس طبعا انا ايه دخلت على المطبخ متأخر فما نقعتهاش بصراحة. فدخلتها على طول وحطيت عليها مية ساقعة، حطيتها في كسرونة كده وحطيتها على النار تغلي بقى شوية. هي ما خدتش يعني 7 دقايق ل10 دقايق. تمام. حطيتها على عين تانية ووطيت عليها النار كده حبة على بال ما اعمل التسبيكة بتاعتها. تمام. جبت بصلاية حاولت اقطعها يعني تقطيع ناعم شوية. تقدري تفرميها عندك في الكبة. واللي مش بيحب البصل تقدري تبشريها. تمام. تمام. طبعا حطيت المادة الدهنية اللي انتي بتفضليه. هو يفضل طبعا يعني ايه اللي هي مادة دهنية تبقى حيوانية، سمنة نباتي يعني او زبدة او سمنة وزبدة وزيت يعني على حسب ما انتي بتفضلي. تمام. كل بيت يعمل اللي ايه اللي ربنا يقدره عليه اللي موجود يعني. ماشي. عندنا هنا بقى ايه حطيت التوابل ملح وفلفل اسمر وبرده تلت المعلقة ورق لوري، لان ده حاجة كويسة بتحول يعني بتخلي الدهون ما تتخزنش في الجسم. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نزلت ب تلت معلقة جوز الطيب على بهارات لحمة على البصلة مع التوابل. خلت بس ايه اتحمصت بس ثواني على النار وريحتها طلعت. نزلت عليها بالصلصة. تقدري تنزلي بيها عليها عفوا بعصير طماطم فريش لو عندك، تضربيه في الخلاط وتصفيه. يعني يستحسن انك تعملي كده. تمام. وبرده على حسب ما حضرتك بتفضلي. جبت هنا المية المغلية بتاعتي ونزلت عليها بالصلصة وبالبصل وحاسبها كده ايه تتسبك وتغلي مع نفسها وتاخد وتدي كده ايه مع نفسها. طبعا هنا كانت خلاص اتسبكت شوية وتقلت شوية. رحت جاية نازلة ايه باللحمة عشان عايزاها تبقى دايبة في الصلصة وشاربة من الصلصة ومن التوابل بتاعتي وتبقى عسل، لان الفاصوليا مش بتاخد وقت كتير في الصلصة. نزلت باللحمة بقى وسبتها تقعد تغلي كده ربع ساعة على النار. وقلت ايه على بال ما هي تشرب من الصوص اللي احنا عاملينه ده اروح جاية عاملة حبة رز بالمكرونة الشعرية الشعرية بتاعتنا. تمام. اللي هو ده الرز الكشري يعني. بس احنا بنحبه بنفضله تغيير يعني غير الرز الابيض غير الرز المعمر كده يعني. تمام. جبت هنا برضو الحلة بتاعتنا وحطيت المادة الدهنية بتاعتي. حطيت 3 معالق زيت عشان الرز كده يطلع مفلفل وتطلع كده الرزاية حلوة وبتلمع.
تمام. تقدري تكتفي بالزيت بس، تقدري تكتفي بالسمنه بس، زي ما انت عايزه. المهم ايدك في الشعريه. هنا كيلو رز حوالي 5 كوبايات. كيلو رز بيعمل حوالي 5 كوبايات، فانا حطيت قصادهم المعيار يعني كوبايه مكرونه شعريه. تمام. ملحوظه بقى، الرز اللي انت بتجيبيه سايب ده بالنسبه لاخواتي اللي في مصر. الرز اللي بتجيبيه سايب بياخد معيار الميه اقل من الرز الاكياس. مش عارفه ليه يعني، بس هو كده، انا ده من تجربتي. طبعا احنا عندنا ازمه رز في مصر يعني. ادعوا لنا بقى جماعه اخواتنا اللي في الدول العربيه يعني، ربنا يا رب يعني يفرجها علينا وعلى الامه العربيه كلها ان شاء الله. بتحطي الرز، بتحطي المعيار بتاعه اقل نص كوبايه، ممكن اقل كوبايه كمان، فعلى حسب نوع الرز اللي انت بتجيبيه. كل مره طبعا بتجيبي رز شكل. ما علينا، الشعريه بتاعتنا اتحمرت ونزلنا عليها بالرز مغسول ومش منقوع، عشان هو مش ناقص هيعجن طبعا معانا. هتقعدي كده تحمصي كل الرز، تحمصيه مع الشعريه كده واحده واحده، وتكوني بتغلي ميه بقى على النار، في براد، في كسرولة، في حله، في كتل، يعني اللي ربنا يفرجها عليكي بيه. المهم الميه اللي تحطيها على الرز تبقى ميه مغليه. تقدري تحطي برضو مغرفتين شوربه من اللي انت عاملاهم، هتطعم الرز وتطلعهولك طعمه حكايه. بس طبعا انا اخدت الشوربه بتاعتي حطيتها في الفاصوليا عشان تطلع طعمها حلو. تمام. هنا بقى ملحوظه لاخواتي وبناتي، لما تيجي تعملي الرز اوعي تغطي عليه وتوطي عليه اول ما الرز بيغلي. معلش احنا كلنا بناخد معلومات كده خاطئه وبنمشي عليها فتره. هنا بصي بقولك، هنا اتسبكت بقى الفاصوليا، نزلت عليها هي بالشوربه بتاعتنا عشان تعزز طعم الفاصوليا. عفوا. هنا بقى لقيت فص حبهان، رميته وخلصت منه عشان ما يضايقش اي حد يجي في بق اي حد. تمام. اللحمه بتاعتي لقيتها دايبه وشربت من الصلصه والتسبيكه نطرت قدامها كده. خلاص عرفت ان انا شغاله شغلي 10/10. جبت بقى الفاصوليا بتاعتي ونزلت بيها طبعا. ورحت حطيت فيها مغرفتين 3 شوربه كده. لسه طبعا الصلصه بتاعتنا والتسبيكه بتاعتنا صيصه خالص، انا بوريكم ان هي لسه خفيفه اهي. والفاصوليا بتاعتنا لسه فاتحه. هسيبها بقى تاخد وتدي كده على نار هاديه كده. هديت شويه عليها النار لحد لما استوت وبقت عسل، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين حتى لون الفاصوليا اتغير وبان ان هي دخلت في السوا وشربت من الصلصه. تمام. يلا بينا بقى، تعالوا اقول لكم على العشق بقى. دي السلطه، لو عامله الفاصوليا بتاعتك حتى اقسم بالله من غير لا لحمه ولا عندك فراخ ولا عندك اي لحوم خالص، طماطمايه وبصلايه، واللهم لك الحمد، نعمه من ربنا عز وجل. في زيت زيتون حطي، ما فيش حطي زيت عادي، ما فيش خلاص. دي بقى السلطه دي ضيفي عليها اي نوع خضار انت عايزاه، بس انا عن نفسي بعشقها وبحبها كده. طبعا لو انا مش خارجه يعني، او رايحين نصلي، او عندنا حلقه، او عندنا يعني اي نوع من انواع اللي هو تواجد في المسجد يعني. هتقطعي بصلايه واحده بس صغيره، اكبر من عين الجمل، زي عين الجمل كده، ومعاها طماطمتين 3 حلوين. وهنحط عليها معلقتين خل، معلقتين زيت زيتون، نص معلقه ملح، تلت معلقه فلفل اسمر بودر، وقلبي وادعيلي. خلاص والله العظيم لو عامله اي طبيخ، اي طبخه من غير لحمه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بتطعم الاكل وبيبقى تحفه وزي العسل. ودي كانت النتيجه بتاعتنا. خلاص الفاصوليا بتاعتنا بقت حلوه. بصي بقى الجمال. طبعا سامحوني على اللغوصه، بس انا حبيت يعني اوريكم الشكل مش عاطفي قوي. بصي عامله ازاي الفاصوليا واللحمه، والله العظيم 3 دايبه. بصي عامله ازاي. الصدمه بتخلي اللحمه تحتفظ بالسوائل اللي فيها وتخلي لك اللحمه دايبه زي الزبده. بصي الفاصوليا طالعه عامله ازاي. قوام التسبيكه بتاعتها حلوه كده متناسقه، مش اللي هي تقيله قوي اللي ما تلاقيش صوص تحطيه على الرز، ولا اللي هي خفيفه صيصه عامله شبه الشوربه. مناسبه قوي. اعملي الوصفه بالطريقه دي، وان شاء الله باذن الله تنجح معاكم وتبقى زي الفل وتطلع
احلى من اللي انا عملتها كمان بفضل الله. لو عايزيني اعمل لكم وصفات تانية، في اي مقترحات منكم، هستنى تعليقاتكم الجميلة ان شاء الله بإذن الله. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.